النهاردة بقى في موضوع مهم انا عايزة اتكلم فيه لانه مضايقني من بداية ما طلع، لكن ما كنتش اتخيل ان الامر يوصل اللي احنا وصلنا له. كلنا سمعنا عن ترند المدرسين والمدرسات، ترند فارغ ملوش اي لازمة، ترند طلع كده وما بقيناش فاهمين مين اللي طلعه ومين مصدره وازاي اتنقل وانتشر بالطريقة دي. والغريب في عدد المدرسين والمدرسات اللي وافقوا بهذا الهراء واللي وافقوا بالطريقة المبتذلة اللي من وجهة نظري عمرها ما تكون تكريم للأستاذ قد ما تكون إهانة ليه. الأستاذ أو المعلم ما يستاهلش أبدا إنه يبقى في وضع زي ده. طبعا كلنا شفنا ترند المدرسين اللي انتشر في الفترة الأخيرة، للمدرس يقعد يفتح إيده وكل طالب اللي جايب له شوكولاتاية واللي جايب له باكو بسكوت واللي جايب له كيكاية، ويفضلوا كلهم كل طالب يحط في إيد المدرس أو المدرسة الحاجات اللي جايبينها. أنا بالنسبة لي من أول ما الترند طلع وأنا شايفاه ترند مهين جدا جدا لقيمة المعلم وقيمة المدرس والمدرسة. إزاي مدرس بقيمته بأخلاقه بعلمه بأنه بيربي أجيال وبيطلع أجيال، آخرة المتم يقف يفتح إيده وكأنه مستني صدقة من الطلبة والطالبات اللي عنده، وكل واحد يحط له حاجة في إيده. وطبعا كل واحد فضل يعلي على التاني، والموضوع ابتدى ممكن تكون كانت رسالة حب، لكن قلب باستخفاف وقلب باستظراف بشكل مبالغ فيه. اللي بقى يجيب للمدرسة بتاعته صينية فيها رنجة وبصل، والله وانا شفته، اكيد حضراتكم شفتوا. واللي يجيب للمدرس بتاعه بطة ووزة وكرتونة بيض، واكن المدرس والمدرسة بقوا حاجة عادية ويستهان بيها، ومفروض نتعامل معاهم بمنتهى قلة الذوق وبمنتهى الإهانة، وأكنهم بنقول لهم إنهم في حوجة وإن إحنا سبب إن إحنا بنسد لكم الحوجة دي باللي إحنا بنجيبه. ابتدى الأمر يتطور من سيء لأسوأ، وبدل ما كنا بنجيب حاجات لطيفة شوكولاتة بسكوت، لا الموضوع ابتدى زي ما قلت لكم تبقى رنجة وصينية رنجة وبصل، ومرة تانية واحد يدخل على المدرسة ببطة ووزة وحاجات، يعني منظر صعب جدا. واللي يدخل على المدرسة بقلقاس وقرنبيط، وده كله شفناه في فيديوهات مختلفة. وكل بقى مدرسة مع الطلبة بيقعدوا يفكروا عشان نطلع ترند ونعلى اكتر بالمستوى، فيبتدوا يعملوا فكرة افتكاسة جديدة وافتكاسة اكبر وطريقة وحشة عشان الفيديو يسمع اكتر. وده طبعا كلنا بقى عارفين الهدف اللي كل الناس بتسعى دلوقتي في الزمن الصعب ده بتسعى وراه، حتى المدرسين والمدرسات. لحد بقى ما كان في القشة التي قسمت ظهر البعير، لما لقينا مدرسة بسبب الترند الغبرة ده اتولع فيها مجموعة من الطلاب، حبوا يفاجئوها جايبين لها حاجات زي ما شفنا الترند. ولد من الطلبة ماسك السبراي اللي بيترش في العيد ميلادات اللي بيبقى فوم ده كله ابيض فابيض، بيغرق المدرسة. وهنا بس مش الفيديو اللي يزعل واللي حصل للمدرسة اللي يزعل الإهانة للمدرسة، المدرسة اللي سابت الطلبة يتطاولوا عليها بهذا المنظر وبالشكل ده، لدرجة انه يجيب السبراي اللي بيلعبوا بيه العيال الصغيرة مع بعض في العيد ميلاد ويرش على المدرسة ويغرقها. واحد كان معاه ولاعة، المدرسة ولعت. الفيديو هيبقى قدام حضراتكم حالا، عايزاكم تشوفوه وتشوفوا الكارثة وتشوفوا اللي احنا وصلنا له، وتشوفوا ان قيمة المعلم بقت تحت وبقت تحت الصفر وبقت في الحديد. المعلم اللي كاد المعلم ان يكون رسولا، فين الكلام ده؟ الكلام ده غاب خلاص. دلوقتي المعلم بقى يتهرج معاه ويتهزر معاه ويتلعب معاه باسلوب مبتذل، وبقينا نرش عليه سبراي او نرش عليها سبراي واكنها عيلة صغيرة بتلعب معانا، واكن الامر عادي. الفيديو معروض زي ما انتوا شايفين الفيديو يحزن قوي قوي قوي. المدرسة على فكرة حاليا في المستشفى واصابت بخروق وحالتها صعبة جدا، واتكلم عنها مواقع كتير، يعني طول الوقت بيقولوا لنا هي وصلت لايه. اكيد هي مصابة بجروح صعبة، لان زي ما انتوا شايفين الفيديو النار ولعت ازاي في جزء من الثانية. والموضوع اللي كان ترند وبيفرح اتقلب الفصل لصويت وعياط، والمدرسة حاولوا يلحقوها بكل الطرق ويعالم ايه اللي حصل لها ويعالم الحروق من الدرجة الكام ووصلت لدرجة ايه. ده الترند اللي انتشر،
وده الحال اللي للأسف بقينا عليه. حاجة تحزن جدا جدا، حاجة توجع وحاجة تزعل، لما هو ده العلاقة اللي بقت بين الطالب والأستاذ أو بين أو الطالبة والأستاذ بتاعها. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي حتى أنا كمدرسة أسمح لطالباتي أو طلابي يوصل بيهم الهراء والهزار لهذا الحد؟ فين الحدود؟ فين المدرس اللي كان بيدخل يتوقف له ويتضرب له تعظيم سلام ونبقى خايفين لو شافنا في الشارع خارج اليوم الدراسي واحنا بنعمل اي شيء غلط؟ ده انا جيلي انا بفتكر الحاجات دي، وبفتكر مدى احترامي لاساتذتي اللي لحد دلوقتي، والله اساتذتي دول فوق راسي، اللي لحد دلوقتي بيكلموني وهم فخورين ان الطالبه بتاعتنا بقت مذيعه، وانا بقول لهم كله بعد ربنا بفضلكم. ده جيلي. كنت اسمع برضو والدي لما يجي يتكلم يقول انا كنت بترعب من الاستاذ، كنت بترعب وبخاف بس لو هو شافني في الشارع بعيد عن اليوم الدراسي. احنا بقينا بعيد قوي كده، احنا بعيد قوي كده، خلاص بقينا بنهرج مع المدرسات والمدرسين، وترند ملوش اي لازمه، في اهانه المدرس اللي مفروض رمز للعطاء، اللي مهما عملنا له ما نوفوش حقه، ده من علمني حرفا صرت له عبدا، بقى يفتح ايده عشان البسكوت والشوكولاته. هو ده اللي احنا فرحانين بيه؟ يعني تفتكروا هو دي الحاجه اللي هنكرم بيها مدرسينا على تعبهم؟ ويا ريت الموضوع اكتفينا بده، بالمنظر ده، ان احنا نقدم للمدرس او المدرسه الحاجه اللطيفه دي. لا، ابتدينا نجود عشان نطلع ترند. والغريب المدرسين اللي موافقين، اصل دي مش فكره الطلاب لوحدهم، ده مدرسين وافقوهم على المنظر ده، مدرسين وافقوا ان المدرسه تتصور وهي جاي لها قرنبيطه وجاي لها قلقاس وجاي لها بطه، والمدرسه التانيه وافقت ان يجي لها رنجه وفسيخ وحاجات ما ينفعش انها تيجي لمدرس ومدرسه. يمكن في وسط الضلمه دي كان في فيديو واحد بس في امل شويه، رغم ان عندي تحفظ على اشياء فيه وهتشوفوها دلوقتي، لمدرس وهو تقريبا مش في القاهره، من القرى او من قرى الصعيد او من الريف، من اهالينا الناس اللي بيفهموا في الاصول. تعالوا نشوف الفيديو وارجع اقول. خليك واقف بس تعمل كده. ايوه لا 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 والله مش كده. لا انا ضد كده. يا استاذ لا والله انا اجيب لكم. لا والله العظيم انا اللي هجيب لكم وهوزع عليكم. لا مش هقبل حاجه. لا ده انتوا ولادي انا اللي لا حظ الله. لا انا ضد الفكره دي، انا مش عايزها. انا اديكوا عينيا، انا اللي اديكوا عينيا، انا سعادتي بيكوا. بص يا استاذ، ينفع كده بوظت لنا الفيديو؟ معلش، انا سعادتي بيكوا كسوة الدنيا، انا اديكوا عينيا، انا اللي انا الكبير بتاعي. يمكن الفيديو ده الوحيد اللي كان فيه امل لراجل لسه محافظ على الاصول، وقال لهم لا انا ما اقبلش، انا اجيب لكم ماشي لكن ما اخدش منكم حاجه. طبعا بحييه وبقدم له كل التحيه، ويا رب يكون بيشوفنا. شكرا لانك لسه عارف الاخلاق والاصول. مش القصه في الحاجه اللي هتاخدها، القصه في المنظر الصعب، القصه في ان المدرس او المدرسه يفتحوا ايديهم واكنهم مستنيين حسنه من طلابهم. عايزه اقول حاجه برضو في الفيديو ده استوقفتني جدا. المدرس واقف بكل احترام حاطط ايده ورا ظهره بيبعد عن البنات، لكن البنت اللي مصممه تديله بتقرب له بشكل غريب جدا. وانا هنا مستغربه، هو ايه اللي جرى للبنات؟ البنت محجبه وملتزمه وما قلناش حاجه، ويمكن بتعمل ده بحسن نيه، لكن فين حياء البنات مع مدرساتهم ومع مدرسينهم؟ ايه اللي حصل؟ يعني ليه بقى في تباسط في العلاقة، وبقى في فكرة عادي أنا بقرب للمدرس ولا والله لازم تاخد، وبمد إيدي بعشم مبالغ فيه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي جرى؟ يعني مش قادرة أتخيل إن التطور اللي وصلنا له أو التكنولوجيا أو السوشيال ميديا خلى إن الاحترام بيننا وبين مدرسينا يختفي تماما. النهارده الست اللي تولع فيها والمدرسه تولع فيها دي جرس انذار خطير جدا، خطير جدا لكل مدرس بيتهاون في حق نفسه وقابل على اخلاقه وعلى كرامته اللي بيحصل ده.
جرس انذار خطير جدا لكل مدرسة قبل هزار من شوية طلبة وبتقول عشان ما يسيبونيش ويمشوا عشان الدروس الخصوصية، عشان انا محتاجة وولادي محتاجين. كرامة المدرس فوق كل شيء، كرامة المعلم فوق كل شيء. ما ينفعش يا مدرسين، ما ينفعش تفرحوا بأي شيء بيحصل وتبقوا مبسوطين قوي وتمشوا ورا الترند من غير ما تفكروا. لو مش انتوا اللي هتفكروا مين هيفكر؟ لو مش انتوا اللي هتقولوا للغلط لأ مين هيقول للغلط لأ؟ لو مش انتوا اللي خفتوا على كرامتكم ومبادئكم ومنظركم مين هيخاف؟ احنا اللي هنخاف عليها ولا انتم اللي مفروض تحطوا حدود وتحطوا رولز بينكم وبين الطلبة والطالبات وما يبقاش فيه تهاون ولا تطاول؟ المدرس ممكن يبقى لطيف، ممكن يبقى بيسمع طالباته وطلابه، ممكن يسيب وقت من الحصة يبقى فيه ترويح وجزء من الدردشة، لكن مش معنى كده ان الحدود تتشال والعشم ياخد الطلبة والطالبات لدرجة ان هم يهزر طالب مع المدرسة بالسبراي ويولع فيها. اكيد العشم عمره ما يوصل لكده. ده ما يقدرش يهزر مع امه كده، ما يقدرش يهزر مع ابوه كده، ما يقدرش يجيب السبراي ويولع ويرش على ابوه كده في مناسبة. ولو قبل او الاب قبل حاجة زي كده عفوا هيبقى اب مش محترم. لو قبل ان ابنه يهزر معاه كده، ومفروض المدرس والمدرسة في مثابة الاب والام. يمكن بنقضي مع المدرس والمدرسة اكتر ما بنقضي في بيتنا، فلازم يبقى المدرس له احترامه. حتى الشيء اللي لفت للنظر في الجيل الجديد ده، حتى في مدرسة بنتي ممكن مدرسة تكون عندها لدغة في حرف معين او مليانة شوية، فيبتدوا الولاد يعلموها بده ويتنمروا عليها ويقولوا المس الدبدوبة مثلا او المس اللي عندها لدغة في السين. انا سمعت ده من بنتي اللي في ثالثه ابتدائي في جريد 3 او في برايمري 3، جايه بتقول لي كده: يا مامي احنا المس الدبدوبه اللي بتدخل لنا بتاعت الانجليزي. انا هنا وقفت قلت لها نعم، المس ايه؟ هي اسمها ايه؟ قالت لي اسمها كذا. قلت لها وانت ازاي تقولي كده؟ قالت لي مش انا اللي بقول، ده كل اصحابي اللي بيقولوا. قلت لها اصحابك قلالات الادب وما ينفعش نقلدهم، ما ينفعش نلقب المدرسة والمدرس بأي شيء غير لقبهم، ولو هنديهم نديهم لقب يميزهم، لأن كتر خيرهم إنهم بيعلمونا. أنا بتكلم طبعا على المدرس اللي عنده ضمير، بتكلم على المدرس اللي عنده رسالة عايز يقدمها، مش اللي بيجري ورا السبوبة، وأهم حاجة الروس اللي قاعدة قدامه عددها قد إيه، لأن في ناس كتير جدا للأسف ما يشرفوش وواخدين المهنة دي عبارة عن سبوبة، وكل ما الروس تكتر قدامه كل ما بيحس بالسعادة. العدد يكتر والعداد بيعد. ده في طلبة شغلانتهم الوحيدة يعدوا ورا المدرس هو بيكسب قد ايه. هيبة المدرس راحت بسببنا، وبسبب ان احنا بنتباسط قوي وبنشوف ان الامور عادية، بسبب ان المدرس بقى قابل يطلع على السوشيال ميديا عشان يطلع ترند، يحصل اي شيء ويتقال له اي كلمة. مش الفيديو هيتشاف ويتشير يبقى يلا بينا، مش الفيديو هيجيب شير يلا اعملوا اللي انتوا عايزينه. المدرسين بقوا في حالة صعبة قوي، بس ما كنتش اتخيل ان بسبب ترند ملوش اي لازمة وما كانش ليه اي شكل غير شكل سيء. انا من وجهة نظري ما شفتوش غير بشكل سلبي. ممكن ناس تانية تبقى ضدي ويقول لك لا ده جميل والطلبة بيحبوا المدرسين، حتى لو بيحبوهم يبقى بأدب ويبقى بذوق، ولو هم عايزين يكرموا المدرس ما كانش بالضروري ان ده يتصور. لكن هو البحث على الترند هو اللي بيخلينا نصور، مش عشان نكرم المدرس. لان لو طلبة وطالبات عايزين يفرحوا المدرس بتاعهم او المدرسة كانوا هيعملوا ده بينه وبينهم من غير ما يبقى فيه كاميرا بترصد ده، ومن غير ما يبقى فيه كاميرا بتوثق اللحظة دي. لكن حبنا في الشهرة والشير والفرقعة هو اللي خلى فيه كاميرا بتصور اللحظة دي. وزي ما انتوا شفتوا مدرسة اتعرضت لحروق، وحروق شديدة جدا، وربنا يكون معاها ويشفيها وياخد بإيدها على اللي حصل لها وعلى الواقعة السيئة اللي مش هتتنسي أبدا أبدا من ذاكرتها ولا من ذاكرة الطلبة والطالبات. واقعة صعبة جدا، وبداية الاستهتار هو اللي وصلنا لكده، وإحساسنا بعدم المسؤولية هو اللي وصلنا لكده، وقبولنا على نفسنا
وقبول المدرسين على نفسهم ان يضحي بكرامتهم لاجل الشهرة والترند والفرقعة هو اللي وصلهم لكده. فكل مدرس ومدرسة بيسمعوني، كرامتكم فوق كل شيء. انتوا كبار قوي، انتوا بتقدموا رسالة، انتوا بتطلعوا اجيال، انتوا مفروض تحسوا بقيمتكم. عشان كده لازم يبقى فيه حدود في التعامل بين الطلبة والطالبات معاكم، لازم يبقى فيه ادب، لازم محدش يتعدى حدوده، لازم يبقى كل واحد عارف امتى لحد هنا اقف، ويوم ما اتكلم مع المدرس اتكلم باحترام. ولو هضحي بنص العدد اللي عندي عشان اكسب كرامتي، فكرامتي اهم 1000 مرة من مليون طالب وطالبة ما يحترمونيش ولا يقدروني. يا ريت تقولوا لنا ارائكم في الكومنتات، وهبقى معاكم اول باول، وهنعرف يا رب تكون المدرسه خرجت بالسلامه من المستشفى، وربنا ياخد بايديها ويشفيها ويعافيها، وتكون التجربه دي جرس انذار لكل المدرسين اللي لسه مكملين في البحث والجري ورا الترند. خلوني اخد اول تليفون، والرقم 03 1 926 389. الو.